زي ما قلنا قبل كده كتير إن بغداد في يوم من الأيام كانت قلب العالم الإسلامي، مدينة العلماء والمكتبات والقصور، لكن فجأة وفي أيام قليلة كل ده اتحول لرماد. فتخيل مثلا كده إن نهر دجلة الناس قالت عنه إن مياه اسودت من كتر الحبر اللي نزل عليها من الكتب المحروقة، واحمرت من كتر الدم. بغداد مش بس العاصمة اللي محدش كان يتخيل أبدا إنها تقع، لكنها سقطت. مش بس سقطت، دي كمان اتذبحت على إيد المغول لما دخلوا المدينة ودمروها على بكرة أبيها. المغول قضوا على حضارة كاملة وكسروها كمان بالقتل والحرق والنهب وصراخ مال الشوارع. ولا عالم اتشفع له علمه ولا طفل نجا من الرعب. لكن هنا يجي السؤال، ازاي وصلت بغداد للنهاية دي؟ وازاي الخليفة العباسي سلم المدينة بإيده وهو فاكر انه في امان بعد كده؟ اللي كانت سنة 656 هجريا، واحدة من أسوأ السنين في تاريخ المسلمين كله. النهاردة هناخدكم ونعرفكم كل ده لحظة بلحظة في سقوط بغداد على ايد المغول. السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. في نزهة تاريخية بنتمشى في الزمن ونحكي الحكاية. المغول في سنة 656 هجريا، بغداد عاصمة الخلافة العباسية كانت على موعد مع واحدة من أبشع المشاهد في التاريخ الإسلامي كله. المدينة دي في يوم من الأيام كده كانت مركز للعلم، لكنها تحولت فجأة لساحة من الرعب والدمار على إيد المغول. والكلام ده على وجه التحديد كده كان في منتصف شهر محرم. بدأت جيوش المغول تتحرك ناحية بغداد. القائد هولاكو بجانب مساعديه سيطروا على الجانب الغربي من المدينة، ونزلوا بعد كده على شاطئ دجلة. ومن بعدها بقى وصلت باقي جيوش المغول من كل اتجاه لحد ما بقت بغداد تقريبا محاصرة بالكامل. بصراحة المشهد كان في غاية من الرعب. جيش ضخم جدا بيتحرك كأنه سيل أو جراد بيلف حوالين أسوار بغداد من كل ناحية. أما بقى المغول عشان يأمنوا نفسهم أكتر ويدمروا كمان المدينة، بنوا تحصينات حوالين المدينة كلها، وبدأ الحصار الحقيقي في يوم 22 محرم. بدأت الحرب، ومن هنا بقى المنجنيق اشتعلت، والسهام كانت بتمطر على بغداد ليلا ونهارا. وهولاكو واقف بنفسه ناحية خراسان بيراقب الجو، وأمر بضرب برج العجمي مباشرة لحد ما أحدثوا فيه ثغرة ضخمة. 6 أيام كاملة كان فيها قتال عنيف، صراخ نار ودم في كل مكان. لكن وسط الحرب دي المغول لعبوا لعبتهم المعتادة، وهي الخداع. هولاكو أمر بكتابة منشورات فيها إن القضاة والعلماء والتجار وكل اللي مش هيحاربوا ليهم الأمان. ربط الرسائل دي في السهام ورموها جوه بغداد. الغريب بقى في الأمر، في الوقت نفسه كانوا بيجيبوا حجارة للمنجنيق. المفروض إن المنجنيق ده عبارة عن آلة حرب الهدف منها إنها ترمي الحجارة في الأهداف المطلوب ضربها. الحجارة دي لما خلصت ابتدوا إن هم بعد كده يجيبوا جذوع النخيل ويرموها على المدينة في محاولة منهم إن هم يستكملوا سلسلة أعمالهم العدائية على مدينة بغداد. وفي يوم 25 محرم بدأت علامات سقوط بغداد تظهر بعد سقوط برج العجمي. وبعدها كده ب3 أيام جنود المغول تسلقوا أسوار المدينة بالقوة وسيطروا بعد كده على الناحية الشرقية بالكامل. هنا بقى الخليفة العباسي المستعصم بالله فهم إن النهاية قربت. وطبعا من البديهي جدا لما الإنسان يستشعر إن نهايته قربت على إيد عدوه فيلجأ على طول للصلح وإنه يطلب الأمان. وده اللي عمله الخليفة العباسي لما بعت لهولاكو بيطلب منه الصلح، وبعت كمان ليه أموال وهدايا ضخمة مقابل إنه يحافظ على بغداد وما يتقتلش الخليفة. لكن هولاكو رفض، فالخليفة اضطر بقى إن هو يخرج بنفسه وهو وأولاده ال3 وكبار رجال الدولة والقضاة والسادات رايحين يقابلوا هولاكو بنفسه ويطلبوا منه الأمان. لكن هنا بقى حصلت الكارثة، لأن هولاكو عمل خديعة وحشة جدا. طلب من الخليفة إنه يأمر الناس اللي معاه إن هم يسيبوا السلاح ويخرجوا، والخليفة صدق. وفعلا بدأ المنادين ينادوا في بغداد يا جماعة اللي معاه سلاح يسيبه والناس ليها الأمان. الناس من هنا بقى خرجت وكل واحد ترك سلاحه. ومن هنا بقى المغول عملوا مذبحة بشعة جدا في أهالي بغداد، قتل نهب وحرق. شوارع بغداد اتحولت لمقابر مفتوحة، لا شيخ ولا طفل ولا امرأة ولا عالم حد نجا من الرعب ده. وفي يوم الجمعة دخل هولاكو مدينة بغداد بنفسه، دخل قصر الخليفة وقعد يحتفل كمان هو وأمراؤه في إنقاذ المدينة. وبعدها جابوا الخليفة عشان يدلهم على أماكن الأموال والكنوز. المغول نهبوا خزائن العباسيين بعد ما دلهم عليها الخليفة العباسي المستعصم بالله. الموضوع ما وقفش خالص عند سقوط بغداد وقتل أهلها ونهب كنوز الخلافة العباسية، لأن الكارثة كانت أكبر من كده بكتير لما وصل الخراب للأماكن المقدسة وكمان القباب وقبور الخلفاء العباسيين. المغول بالفعل حرقوا أماكن مقدسة كتير جدا، حتى قبور الخلفاء ما سلمتش منهم. أما بقى النهاية فكانت في ليلة مرعبة سنة 656 هجريا. قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله وابنه الأكبر وعدد من خدامه،
وبكده انتهت الخلافة العباسية في بغداد بعد أكتر من 5 قرون من الحكم. دولة حكمت العالم الإسلامي كله سقطت في مشهد دموي بيهز التاريخ لحد النهاردة. وفي نفس اليوم ده المغول بدأوا حكمهم لبغداد، وبدأ معاه عصر جديد مليان خوف وخراب وتحولات ضخمة جدا. دي بقى كانت نزهتنا التاريخية النهاردة، والحلقة الجاية في نزهة جديدة.